كالعادة في أي مباراة بتضم الأهلي والبنك الأهلي بتبقى مباراة مملة. البنك الأهلي بيدافع باستماتة وبيلعب على المرتدة، والأهلي بيحاول يفك التكتلات الدفاعية طول المباراة عشان يسجل هدف. لكن الجديد المرة دي إن الأهلي بيلعب بلعيبة منهكة جاية من مباراة ما كملتش 48 ساعة. في بداية المباراة جمهور الأهلي مجد شهداء الأهلي ال 74، ربنا يرحمهم جميعا يا رب. كمان بعد شوية جمهور الاهلي ابتدى يهاجم امام عاشور. مشكلتك يا امام عاشور جيت مع جمهور ما بيسميش على حد، قادر يرفعك السما وقادر يجيبك سبع ارض لو جيت عليه. البنك الاهلي قدر فعلا انه يغفل الاهلي بدري بدري من ضربة حرة احمد مدبولي بيعرضها، ومصطفى شلبي لاعب الزمالك السابق بيحطها ارضية على يمين الشناوي، والشناوي بكل غرابة بيترمي عليها وكالعادة من غير ما يفرد ايده. افرد ايدك يا شناوي يا اسطى، انا اسمي الشناوي، لو فردت ايدي اتحرق. الشناوي اللي بجد مش عارف ليه لحد دلوقتي مصطفى شوبير قاعد له دكة وعلى أي أساس، ومصطفى شلبي صاحب الهدف اللي لما كانت سيرته تيجي قدام الزملكاوية يتحط عليه، لكن على طريقة الشيكابولا بعد ما جاب الهدف راح احتفل بالقوس والسهم قدام التالتة شمال عشان يستفز جمهور الأهلي. وكالعادة جمهور الزمالك هيحوله البطل وأسطورة معروفة ومتجربة قبل كده. وافتكروا كلامي كويس، في الدقيقة 80 حسين الشحات بيصلح كورة لتريزيجيه اللي ابتدى يفوق الأيام دي وبيعملها ار2 زي ما بيحبها وبيعمل منها هدف روعة. تريزيجول هداف الدوري برصيد 6 أهداف، وهداف أفريقيا برصيد 5 أهداف. كده النادي الأهلي ثابت عند المركز الثالث برصيد 27 نقطة، مع العلم إن الزمالك النهاردة لو كسب كهرباء الإسماعيلية هيبقى في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، والاهلي هيبقى في المركز الرابع، وساعتها هيبقى الزمالك متقدم على الاهلي برغم المؤامره ورغم قله الفلوس ورغم كام هبده من المعتبرين اللي قلبك يحبهم. وافتكروا كلامي كويس، تفتكروا النادي الاهلي قادر انه يحقق بطوله الدوري الموسم ده مع المدير الفني الجديد توروب بعد كل المستجدات الموجوده دلوقتي؟ في الختام شكرا لحكم المباراه اللي من وجهه نظري رجل المباراه بلا منازع، وبجد نفسي حد يشرح لي الكرة دي وازاي مش ركلة جزاء للنادي الاهلي. يا راجل ده في كورة كوكا كان هيعمل عرضية ولاعب البنك الاهلي زقه طلع بيه بره، والحكم المحترم يحسبها ايه؟ حسبها ركلة مرمى. شكرا لاتحاد الكرة العالمي وجدول المباريات المميز اللي كل 48 ساعة مباراة. الاهلي بيلعب افريقيا ويرجع يلعب في الدوري ويبقى هو ده مستواه مع لعيبة منهكة بتلعب كل يومين مباراة جديدة. المضحك ان في النهاية لو الاهلي قدر يحقق الدوري هيقول لك دوري موجه ومنظومة بتعمل في صالح الاهلي. دي منظومة بصوت مرتضى منصور.